بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، جيش الكفتة، جيش الجمبري، الجيش اللي سبحان الله الله يخزيه يوم ورا يوم لتبعيته مع هذا النجس، جيش للأسف كثير منه جزم في أرجل هذا الظالم السيسي الخسيسي. جيش مصر اللي المفروض يكون الدرع الأول لحماية الأمة الإسلامية أصبح جيش ما عنده شغل إلا قتل الشعب المصري، قتل مواطنينه، وإرهاب وقمع الشعب المصري. وآخر جريمة ارتكبها أمس جريمة قتل 2 من الصيادين من أهلنا في غزة الله يرحمهم، وجرح شخص وأسره. ليش؟ بحجة أنهم دخلوا في المياه المصرية. طبعا اخواني الافاضل، موضوع الصيادين هذه مشكلة تعاني منها جميع الدول. احيانا الصيادين تخفل عليه الحدود، يعني انت في البحر ما فيه ولا خط ولا فيه سور ولا كثير من الاختراقات الغير مقصودة. تلاقي مثلا يعني صيادين في الامارات بالغلط هو كذا قاعد يصيد، يدخل في المياه الاقليميه الايرانيه، صيادين ايرانيين يدخلون في المياه الاقليميه القطريه البحرينيه، تحدث طبيعي. وهنا ياتي دور خفر السواحل. وانا سالت اخواني الافاضل، سالت ضباط في خفر السواحل شنو الاجراءات المتبعه في حالة اختراقات المياه الإقليمية. يقول لك والله يا أخي احنا ننبه، هناك بمكبرات الصوت تنبيه، إذا رجعوا انتهى الموضوع، ما رجعوا نبدأ نهدد، ما رجعوا نبدأ نطلق أعيرة نارية في الهواء، ما رجعوا نبدأ نطلق أعيرة نارية قريبة منهم، ما رجعوا بعدين نبدأ الهجوم. انتوا سمعتوا كم خطوة أنا قلتها لكم؟ نتكلم عن 5 خطوات قبل ما يبدأ الهجوم. لكن العنتريات عند الأنجاس الجزم في رجل السيسي الخسيسي، جيش الكفتة والجمبري. وطبعا اخواني الافاضل في مصر، الشرفاء المصريين اللي يتابعوني، لا تفكرون اني انا اضحك على جيشكم ولا انا قاعد استهزئ. لا، أنا لا أستهزأ، ولكن هذه هي الحقيقة اللي السيسي هو من قام بإذلال الجيش المصري. هو والعسكر من عبد الناصر إلى السيسي من قاموا بتهزيء ومسح كرامة الجيش المصري. ولا جيش عظيم عبارة عن 1,000,000 جندي ولا 2,000,000 ولا ما أدري كم عددهم، أصبح شغله الشاغل صناعة الأفران، صناعة الثلاجات والسخانات، إلى أن جاء هذا السيسي النجس وهزأ بكرامته وجعله في الزبالة، وجعله يبيع الكوسة والطماطم والخيار. يزرع جيش يزرع لك مزارع جمبري، مزارع والكفتة، وشو الكلام الفاضي هذا؟ لواء انت شنو لواء خط الجمبري، لواء خط الكابوريا. يا اخي قتلكم الله ما انجزكم. فعلا هذا السيسي اتى من اجل اهانة مصر واهانة الجيش المصري واهانة الشعب المصري. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا السؤال اللي انا راح اساله، يعني هذول باي ذنب قتلتوهم؟ ليش احنا دائما عناتر واشداء على بعض؟ ما كنتوا تقدرون انكم انتوا تطلقون أعيرة نارية في الهواء وتحذرونهم انهم يرجعون؟ انتهى الموضوع. هذول اخوانكم، قاتلكم الله ما انجزكم. هذول اخوانكم، هذول اهلنا في غزة، اهلنا مسلمين مثلنا، اخواننا. حسبي الله ونعم الوكيل. لكن هل لو زورق اسرائيلي دخل راح تتعاملوا معه بهذه الطريقة؟ هذا السؤال انا اساله الى السيسي الخسيسي. لو زورق إسرائيلي دخل في المياه الإقليمية المصرية بالخطأ، إيش راح تصنع؟ هل ستهاجم؟ والله راح
يخلونك تخلع كلسونك يا قذر يا سيسي يا نجس. لو أنت تجرأت مش بس حتى والله تفضلوا تفضلوا كذا، حتعمل معاهم كذا، حياكم تفضلوا، راح تدخلونهم وأنتم صاغرين حتى لو هم بالخطأ، راح تدخلونهم المياه الإقليمية وحتعشونهم وتغدونهم وترجعونهم سالمين غانمين، لأنكم أنجاز جبناء جبناء. حسبي الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا رحماء بيننا وبين أنفسنا، أشداء على الكفار، لكن أنتم لا، صراصير مع الكفار، وحوش على أخوانكم المسلمين. وكلكم شايفين ماذا صنع الجيش المصري في مجزرة رابعة وفي قمع الشعب المصري. حسبي الله ونعم الوكيل. وتدخله في ليبيا، وقاعد يدخل في أمور ما له أي علاقة فيها، بس لجل أنه ينفذ أجندة كوهينو بن زايد. والآن يعني مبين نفسه وحش على إخواننا الضعفاء، ناس صيادين رايحين يسترزقون قتلكم الله، ناس غير مسلحين تروحون تقتلونهم بدم بارد. الله سبحانه وتعالى ينتقم منكم، الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. وسبحان الله كل يوم يمر كل ما تزيدون في الخزي اللي انتم فيه، تفضحون انفسكم انكم انتم جيش، مش جيش مصر العظيم من اجل حماية الاسلام والمسلمين، انتم جيش من اجل قمع الشعوب وقمع الشعب المصري وقتل المظلومين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله يخزيك يا سيسي ويطهر الامة منك ومن اشكالك.